مساء الخير، انا مرشدة سياحية ودي قناة هيستوري ستوري. اول مرة تشوفنا متنساش تعمل لايك سبسكرايب في القناة. لو في حاجة انت عايزة نتكلم عنها اكتبها لنا في الكومنتات وان شاء الله هنتكلم عنها في اقرب وقت. والنهاردة مش هنتكلم عن فيلم ولكن هنتكلم عن مسلسل اسمه حسب منه. تم عرضه في 2007. مدة عرض كل حلقة 45 دقيقة، والفيلم من إخراج إبراهيم الشقنقيري، أما التأليف مجدي الإبياري. أما عن طاقم العمل فهم أحمد بدير، شيرين، عمر الإبياري، حسين القاضي، أميرة العايدي، دنيا عبد العزيز، حجاج عبد العظيم، ميمي جمال، وهناء الشربجي، يوسف داوود، أحمد راتب، عايدة عبد العزيز. المسلسل بتدور أحداثه حول في واحد اسمه حسن. ده أحمد بدير كان عنده بعض المشاكل بسبب ان هو عنده حماقة زايدة، فالناس كلها كانت بتقصر من الإهانة بتاعته. فقرر ان هو يسيب البلد بتاعته ويضطر ان هو يسافر مصر. سافر القاهرة وقعد هناك واشتغل عند واحد اسمه خليل. الراجل ده بعد فترة مات، فالجيران افتكرت ان احمد بدير اللي هو حسن ابن خليل، ابنه الوحيد. فجأة لقى نفسه بعد ما كان كثير الإهانات أصبح كثير الأموال وبقى من أثرياء القوم بسبب صدفة، لا أكثر ولا أقل، مع مرور الأحداث بالمسلسل. شكرا جدا لسماعكم الفيديو ده، ويا رب يكون عجبك. ولو عجبك متنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناة. ولو في حاجة انت عايزة نتكلم عنها اكتبها لنا في الكومنتات وان شاء الله هنتكلم عنها في أقرب وقت. سلام.